الطرب المصري وصل. الله على جماله وحلاوته ولذته وريحته، ريحته بقى تجيبك من اخر الدنيا مش من اخر الشارع بس. الطرب المصري هي أكلة مصرية عبارة عن كفتة ملفوفة بمنديل الخروف أو منديل العجل مشوية على الفحم، ما بتهزرش. أكلة الأكيلة هي من المشويات التقيلة، بس ليها جمهور عريق من مصر وبره مصر بيقعوا في حبها من أول قطمة. تعالوا أعرفكم على الطرب وطريقته الخرافية. طرب متماسك من أول لآخر واحدة، وكمان جوسي ومليان عصارة وطري من جوه، وفي منطقة كفتة الحاتي كأنكم جايبينه من الحاتي ذات نفسه، وأحلى وأضمن وأطعم. بس اليوم هعرفكم كمان تشووه على الجريل بدون شواية فحم، بس هتاكلوه بطعم وريحة الفحم. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هنجيب بوله وفوقيها مصفى ونصفي فيها بصله كبيره مبشوره او بصلتين متوسطين، ومعاهم فلفله حمراء رومي مفرومه، وهصفيهم كويس جدا من الميه بتاعتهم. الميه دي بقى هنتبلها بمعلقه من العسل النحل الابيض ورشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب، ودي اختياري ممكن نستبدلها بالكباب الصيني. ونقلبهم كويس جدا ونحط فيها المنديل الضاني يتبل كويس جدا جوه التتبيله الخطيره دي. نسيبه بقى على جنب لحد ما نعمل خليط الكفته. ويا سلام بقى لو تبلناه بالتتبيله دي من بالليل، لان كل ما بنسيبه يتبل اكتر كل ما بيبقى طعمه احلى في الشوي وبيبقى خطير. لخليط الكفته هجيب كيلو من اللحمه المفرومه وعليها البصل والفلفل الاحمر المبشورين وربطه بقدونس متقطعه صغير اوراق بس بدون الساقان بتاعتها. هتبلها بمعلقتين من الملح صغيرين، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه بيكنج باودر، وكمان رشه جوز الطيب وفصين توم مبشورين. ونخلط خليط الكفته ده كويس جدا بايدينا، وبعد كده هحطهم في محضره الطعام او في الكبه. الخطوه دي من الخطوات الضروريه جدا في الكفته. اولا بتعمل على ترابط انسجه الكفته، فبالتالي الكفته مش بتفك معانا خالص، وكمان بتديها المطه اللي احنا بتبقى عايزينها في كفته الحاتي. واول ما بتتكون خيوط داخل انسجه اللحمه كده كده تبقى تمام. هنجيب بقى المنديل ونظبطه كويس ونشيل اي تكتلات من الاطراف، ونجيب بقى خليط الكفته ونفردها على المنديل كله بسمك رفيع جدا، ونلفه اكننا بنلف سينابون. وبعد كده نقطعها بسكينه حاده بسمك حوالي سنتي ونص. هنعمل بقى شكل الطرب العادي. هنصبع الكفته بالميه بتاعه المنديل ونحطها على المنديل ونقسمه بالنص كده لو المنديل طويل، ونلف الطرب على الكفته ونقفل الجوانب اكننا بنلف ورق عنب بالظبط، وهيبقى بالشكل الخطير ده. هسيخ بقى الطرب الملفوف في الاسياخ الخشبيه عشان انا هشويه على الجريل، لكن لو انتوا هتشووه على شوايه الفحم هتسيخوه في الاسياخ المعدنيه. انا هحط كل اتنين مع بعض وفيهم سيخين من الاسياخ الخشبيه عشان هو تقيل، وعشان معروف ان الدهون اول ما تتحط على النار بتكش. فاحنا هنقفل الطرب العادي بالتوسبيكس كده عشان لما يكش ما يفتحش معانا ويفضل محتفظ بشكله وقوامه. وده شكله بعد ما سيخناهم كلهم. هجيب بقى جريل على نار عاليه، وطبعا هنستغنى عن الخطوه دي لو احنا هنشوي على الفحم. وهحط فيها رشه من الزيت، وهحط فيها الطرب بتاعنا الملفوف وكمان الطرب التقليدي، وهننزل النار لنار متوسطه ونفضل نقلب فيه لمده من 15 دقيقه على كل جهه لحد ما الطرب يستوي من جوه ويظهر عليه علامات الشوي من بره وياخد اللون الرهيب ده. هنولع بقى فحمايه وندخنها بشويه من الزيت ونغطي عليها بالالمنيوم فويل 5 دقايق ونشيل الفويل وشمولي بقى الريحه واكنكم شوينا على الفحم. شوفوا علامات الشوي ولونها الرهيب. وعدتكم ان احنا هنعمل احلى طرب في البيت واكنكم جايبينه من الحاتي. بصوا التماسك، مع ان الطرب الملفوف ده تقيل جدا لكنه ثابت على الاسياخ الخشبيه زي ما انتم شايفين، ده غير الطرب العادي محتفظ بشكله وقوامه، وكمان ما فكش مننا، وكمان المنديل فضل مغطيه طول فتره التسويه. اوعوا تنسوا تشيلوا التوسبيكس منها. حطوها بقى في عيش بلدي ورشوا عليها رشه من البقدونس، وبكده هتكونوا عملتوا اجمد ساندوتش طرب لونه وشكله وريحه وطراوه وطعامه مش طبيعيه. والطرب الملفوف ده حكايه تانية خالص. حطوه بقى على رغيف بلدي برضو مع رشه بقدونس وممكن من سلطه الطحينه، حاجه كده من عالم تاني خالص. لو عجبتكم طريقتي في الطرب المصري ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وما تنسونيش. انا منى الموان، وباي باي.